السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ رب تكونوا كلكم كويسين. من اسبوع تقريبا نزل الاعلان الاول لواحد من اكتر الافلام اللي الواحد مستنيها في الفتره دي كلها، وهو فيلم جوكر الجزء الثاني او جوكر فيلي ادو. واحد من اكتر الافلام اللي كانت منتظره من الناس كلها، واللي كان فعلا الناس مستنيه هتشوف المخرج ده هيقدم ايه في الجزء الثاني، لان الجزء الثاني زي ما شفنا في الجزء الاول هو كان فيه قصص كتيره جدا ممكن تتحكي وممكن تطلع من هذا الجوكر، وكلنا كنا منتظرين من اول ما انتهى الجزء الاول والناس اعلنت ان هيكون في جزء ثاني من نفس الفيلم ده في نفس هذا العالم، كلنا كنا متحمسين جدا. وبعد 5 سنين اخيرا بينزل اول اعلان او اول تيزر من الفيلم ده، وبنقدر نشوف بشكل يعني شبه كده بسيط الفيلم ده هيكون احداثه عامله ازاي. فايه اللي ممكن نتوقعه من فيلم جوكر الجزء الثاني؟ يلا بينا نشوف. بصراحه انا ما لقيتش احسن من دي مناسبه يعني ان الواحد يطلع يتكلم عن فيلم جوكر. انا لسه طالع بتشيرت ارسنال بعد ماتش ارسنال واستون فيلا، يعني جوكر وصحه نفسيه وجنان والكلام ده، فاظن انا في حاله مناسبه جدا ان اتكلم عن الفيلم ده. I wanna see the real you. فيلم جوكر الجزء الثاني برضه هيكون من اخراج نفس الشخص اللي اخرج لنا الجزء الاول وهو تود فيليبس، وهيكون برضه من تمثيل واكين فينيكس اللي عمل برضه دور الجوكر في الجزء الاول. وجديرا بالذكر ان الجزء الاول هو كان اعلى فيلم ريتد ار يجيب ايرادات في التاريخ، من ميزانيه تقريبا كانت 50 مليون، يعني فيلم ريتد ار جاب فوق المليار كمان، دي حاجه جامده جدا. كان اعلى فيلم تقريبا كان ديد بول وكان ما عداش المليار، ما عداش سقف المليار. كان فيلم جوكر الجزء الاول عدى سقف المليار بميزانيه بسيطه جدا، وده طبعا كانت حاجه عبقريه، حاجه عظيمه، وكانت بتدي رساله بصراحه ان المخرجين وان شركات الانتاج زي مارفل ودي سي انكم خلي عندكم جرأه، خلي عندكم بعض الحماس ان انتوا تعملوا فعلا حاجه محترمه نضيفه، او يستلزم ان الحاجه اللي انتوا تعملوها دي تكون ريتد ار. ما تخافوش، ما تقلقوش موضوع الايرادات، هتجيبوا الايرادات دي، مش شرط ان الحاجه بتاعتك تكون بي جي عشان تجيب ايرادات. ده كان رساله قويه جدا، وطبعا محدش يعمل بيها. والفيلم زي ما اتقال قبل كده ان هو هيكون فيلم ميوزك، دي حاجه بعض الناس شافتها حاجه سلبيه وبعض الناس شافتها حاجه ايجابيه. انا من وجهه نظري بصراحه انا شايف انها حاجه انترستنج جدا، لان انا بحب افلام الميوزيكال، انا بحب جدا الافلام الميوزيكال، وبحب اشوف ازاي تقدر تحكي افلام عن طريق الموسيقى، عن طريق الاغاني. دي بتبقى حاجه بالنسبه لي حلوه جدا، لما بتتنفذ بشكل كويس بتطلع حاجه محترمه، حاجه تحترمها، حاجه تحب تتفرج عليها اكتر من مره وبتستمتع بيها جدا. لما بتبقى وحشه بتبقى حاجه ما انتش بتعرف تكملها اصلا. فجوكر هيكون اهون واحد فيهم، نتمنى طبعا تكون حاجه الاولى. ولكن من وجهه نظري طبعا فيلم جوكر تقدر تخليه ميوزيكال، تقدر تخليه اي حاجه، اي فيلم في الدنيا انت تقدر تخليه ميوزيكال، تقدر تعمل منه هذا الشيء. وفيلم جوكر الماتيريال موجود انك تخليه حاجه زي كده، ومخرج زي تود فيليبس انا واثق جدا منه انه يقدر يعمل لي ده. زي ما قدر يقدم لنا حاجه مختلفه بجوكر مختلف في الجزء الاولاني، يقدر كمان يقدم لنا حاجه مختلفه في الجزء الثاني، ما تكونش حاجه مكرره خلاص. وبصينا على التريلر هنشوف ان التريلر بيحكي لنا دلوقتي قصه او حكايه ارثر فليك الجوكر بتاعنا في عالم هذا الجوكر، وهو في المصحة النفسية. في الجزء الأول إحنا كنا بنشوف إزاي هو تحول لجوكر، ولكن في الجزء الثاني هو جوكر خلاص. فإحنا دلوقتي عندنا ماتيريال كتير جدا، وعندنا قصص كتيرة جدا، وعندنا بحر من الأحداث اللي إحنا ممكن نروح فيها ونمشي فيها. وكمان فيلم ميوزيكال ده هيساعد إن أنت تتطرق لأحداث جامدة جدا. هنشوف ان الموضوع هيكون في دماغ ارثر، وهنشوف ان النظريات اللي كانت بتتقال في الجزء الاول دي هل هي حقيقيه ولا لا. ده برضه هنعرفه في الجزء الثاني. دلوقتي الثنائي جوكر وهارلي كوين. جوكر وهارلي كوين اللي ما شفناهمش غير مره واحده، ويا ريتها كانت مره حلوه، وكانت في فيلم سوسايد سكواد، الفيلم اللي بوظوا استوديوهات ورنر براذر، واللي ما لحقناش ان احنا نشوف النسخه الاصليه. وحتى النسخه اللي اتعرضت لنا كان فيها بوادر لحاجات محترمه، ولكن ما شفناهاش طبعا. الحاجه اللي بتشوفها اول حاجه بتشد نظرك من التريلر، والحاجه اللي لسه محافظين عليها من الجزء الاول، وهي الكادرات. يا جماعه الكادرات في الفيلم الجزء الاول كانت عبقريه، وفي التريلر انت بتشوف ان هم فعلا عندهم شويه كادرات، عندهم شويه تصويرات. يا خرابي ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. من الحاجات اللي بتشد النظر، الحاجات اللي انت تبقى عينك عايز تقعد كده تحطها في لوحه كبيره وتقعد تتفرج عليها كده. عبقريه، كانت جميله جدا. بتشوف ان الجوكر بتاعنا بيبدا يتعرض لجلسات علاج، بتشوف ان هو بيتعالج دلوقتي نفسيا، بيحاول يتم تاهيله مره ثانيه عشان يخش في المجتمع، او ده اللي احنا بنفهمه يعني. بنشوف شخصيه هارلي كوين اللي بتتعرف عليها من اول الفيلم، وبنشوف ليدي جاجا بشخصيه هارلي كوين. وفكره ان انت جبت شخص زي ليدي جاجا عشان يمثل هارلي كوين دي بصراحه ناس شافتها حاجه سلبيه، وانا بصراحه مش عارف. يعني ليدي جاجا هي اصلا في الحقيقه ممكن نسميها ان هي هارلي كوين، لان هي شخصيه غريبه جدا. انا ما بحبش اسمع اغانيها بالمناسبه يعني، ولكن في فيلم ستار از بورن كانت حلوه، مش هقول عبقريه، مش هقول جامده، كانت ممشيه حالها. في الفيلم ده
هل هتكون حلوه ولا لا؟ بصراحه انا عندي ثقه في تود فيليبس. الراجل ده يا جماعه من بعد فيلم جوكر الجزء الاول وانا واثق فيه 100%. اعمل اللي انت عايزه يا معلم وانا ماشي معاك لحد ما نشوف. فاختياره لليدي جاجا ممكن يكون هو شايف حاجه احنا مش واخدين بالنا منها، وفكره ان الفيلم ميوزيكال ده ممكن نقول ان هو عامل مساعد ان هو يقوي الشخصيه دي شويه. واحلى حاجه في الفيلم ده بصراحه يعني ان هو منفصل عن اي بقى عالم سينمائي وبطيخ والكلام الفاضي اللي احنا كنا بنسمعه ده فيلم لوحده. ما احناش عارفين اصلا هيكون في جزء ثالث ولا لا. ممكن يكون الجزء الثاني ده اخر حاجه ممكن نعملها. ممكن بعد الجزء الثاني نسمع ان في جزء ثالث كمان، الله اعلم، لسه مفيش اي حاجه واضحه. ولكن في اعتقادي ان دي النهايه، ده الجزء الثاني وهيكون نهايه. واعتقد ان دي من الحاجات اللي بتقوي الفيلم، لان في الجزء الاولاني كانوا قايلين ان احنا مش هنعمل جزء تاني، هو فيلم جزء اول وخلاص. ولكن طبعا بعد النجاح اللي هم ما توقعوش ذات نفسهم، ما توقعوش هذا النجاح الضخم، قالوا طب ما ليه لا، ليه ما نعملش جزء تاني، ليه ما نجربش ونعمل جزء تاني، ما يمكن تضرب مره تانية ويمكن تقلش. لكن انا شايف ان الناس اللي شغاله على الفيلم ده شغاله بجد. الناس اللي شغاله على الفيلم ده بقى لها 5 سنين بتحاول تطلع حاجه محترمه من الفيلم ده من ساعه ما اعلنوا عن الجزء الثاني وهم مكتمين تمام. محدش بيسمع اي حاجه عن الفيلم ده. كنا شويه بنسمع هيكون في باتمان وهيعمل دوره برادلي كوبر، لا بعد كده مش عارف، لا مش هيبقى في باتمان. كنا نسمع شويه اخبار ولكن ما طلعش اي حاجه اتاكدت لغايه تقريبا من 2 سنين لما بدا تصوير الفيلم بشكل فعلي. دي حاجه كلنا مستنيينها وكلنا متحمسين ليها. وما اعتقدش ان اي حد اتفرج على فيلم جوكر الجزء الاول مش متحمس انه يتفرج على فيلم جوكر الجزء الثاني. نستنى ايه من الفيلم ده؟ من وجهه نظري تعال نرفع سقف التوقعات، تعال نشوف الفيلم ده هيقدم لنا ايه، تعال نشوف فكره ازاي تقدم جوكر بطريقه ميوزيكال من مخرج فاهم وعارف شغله وبيعمل كويس. وكمان انت معاك هارلي كوين، معاك حد يساعد الجوكر، مش معاك ارثر فليك بس زي فيلم الجزء الاولاني اللي هو تقريبا كان كل مشهد موجود فيه الجوكر، والنظريات اللي كانت بتتقال ان كل ده بيحصل في دماغه وكل ده احناش عارفين لسه. احنا بقى دلوقتي رايحين رحله مع ارثر فليك اللي هو بعد اخفاقات كبيره جدا في عالم الكوميك، فيلم جاي عشان يديك تجربه مختلفه، وانت واثق من الناس اللي اخرجوه، واثق من الناس اللي شغالين عليه، واثق ان الفيلم ده هيطلع تجربه مختلفه. فتعال نستنى ونشوف الفيلم ده هيبقى عامل ازاي. بس بصراحه من الفيرست سي من الاخبار اللي انا كنت بسمعها انا متحمس جدا، مستني الفيلم ده بفارغ الصبر طبعا. واعتقد ان زي ما الفيلم ده شفنا فيه بطل بيكسب الاوسكار، ممكن السنه الجايه نشوف ان ليدي جاجا بتترشح لبيست اكتريس وتكسب الاوسكار هي كمان. دي مجرد توقعات يعني. وبس كده، شكرا لكم على سماعكم في نهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، و سلام عليكم.